بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حتى واحد ما كان يتوقع ما حدث في ملعب الشهيد حملاوي من تخريب وفوضى عارمة. هذا الملعب يعني الخسائر تاعه كبيرة جدا. هذا الملعب غير باش داروا له رينوفاسيون 600 مليار سنتيم، في رمشة من عين كلشي راح. ولكن العقاب الجماعي مرفوض. يعني هذه الفوضى اللي وقعت في قسنطينة، لماذا نعاقب الفرق الأخرى؟ حنا نشوفوا بلدية وهران، يعني رغم أنها كانت تعاني وما زالت تعاني، الحمد لله ما كان حتى فوضى في وهران. الجمهور منظم، الشعب منظم، الملعب آمن. يعني شوف المقابلة تاع بن عكنون مع بلدية وهران، عرس كروي، ما كاين لا مقايسة، لا اعتداء، لا سب، لا شتم، لا كلام السوء. الناس مربية منظمة، المناصرين ما شاء الله ما داروا حتى فوضى وما يديروا حتى فوضى إن شاء الله. بوليدة وهران والشعب تاع بوليدة وهران، يعني المناصرين تاع بوليدة وهران معروفين بالروح الرياضية، معروفين بالروح الرياضية. حنا خاطينا الفوضى في وهران، أربحنا الله يبارك، أخسرنا الله يبارك، ماشي مشكل. ولكن حرمان المناصرين من تشجيع الفريق تاعهم يعني شيء سلبي. هذا لازم معاقبة المعنيين بالأمر. هذه الفوضى وقعت في قسنطينة، عاقبوا الملعب تاع قسنطينة وضربوا بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس بالأمن تاع الجمهور وتاع لي بيان دو ليطا. يعني ولا مكان للكاميرا ضربوا، واللي دار فوضى عاقبوا عقوبة شديدة حتى يكون عبرة لمن يعتبر. ولكن ما تعاقبوش ناس واحد اخرين. مولودية وهران خاطينا المشاكل. مولودية وهران والمناصرين تاع مولودية وهران من احسن المناصرين على المستوى الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.